اليوم انا وعجوزتي درنا حاله في الكوزينه. انا درت لكم هاد الكغاتان اللي يجي بزاف بنين مفرمج ومتشختش والكو تاعو يهبل، وعجوزتي دارت لكم واحد التكتوكه. تقدروا تقولوا درنا لكم منيو كومبلي باش هكذا نوجدوكم بيان لرمضان، وكل خطره ندير لكم وصفات جديده. ولهذا ساعدتني لا سيري هذه تاع الاينوكس، شريتها كادو لعجوزتي من عند كيم اللي فيها 4 طناجر وصوتوز وكاسرونه، والكاليتي تاعها بزاف شابه وثقيله سورتو بارابور لو بري. كيم جابها لكم بواحد البري بزاف ريزونابل ويساعدكم سبيسيالمون على رمضان. كيما على بالكم الاينوكس كي طيبوا فيه راح يخلي كامل الفايده تاع هذيك الماكله اللي راكو تاكلوا فيها، وراح يغارديها بكامل الفيتامينات ديالها. للوصفه راح نبدا اول شيء بالكغاتان. درت هنا حبه تاع البصل قليتها مع شويه تاع السمن ومرسو تاع الدجاج، القرفه، سكنجبير وفلفل كحل والملح. خليتهم تقلاو مليح وضفت عليهم زروديه اللي كنت قطعتهم بتيدي مع الجلبانه، مرقت وخليتهم يطيبوا. بعد ما طابت لي وعقدت لي لاصوص نحيت هذاك لو بلون بولي فتتو وعاودت رجعته لاصوص ديالي باش هكذايا يقعد لي شامخ بيان. غطيتها وقليت ثاني البطاطا اون بتيدي ورحت وجدت لاصوص بيشاميل اللي درت فيها مغرف كبيره تاع لا مارغارين مع زوج مغارف كبار تاع فارينه، وبديت بيان سور ندير في الحليب تدريجيا ونخلط حتى عقدت لي وزدت لها ثانيك الفورمال. من بعد حكمت البلابيغيكس تاعي، درت البطاطا ودرت هذيك زروديه والجلبانه والدجاج ودرت عليهم هذيك لاصوص بيشاميل، وزدت درت شويه جبن موتزاريلا مع جبن شيدر وحطيتهم يتحمروا في الفور. ما بيد ما راني نطيب مامي راحت شويه هذاك الفلفل والطوماطيش ودارتهم هكذا مقطعينهم بتي دي صغار، زادت عليهم شويه تاع زيت الزيتون وخلاتهم هكا يتكتكوا شويه في الصوتوز تاعنا، وزادت طرابات حبه تاع البيض كانت مغليه حطيتها من الفوق، وزادت ثاني فقسه البيض وهكذا التكتوكه راهي جاهزه جات بزاف بنينه. وانا درت لهم لا سوب تاع لي شامبينيون. الا حبيتوا الوصفه راح تخلوا لي تعليق وندير لكم الوصفه اكيد من عينيا كما يقولوا. وكما راكم تشوفوا الكغاتان تاعي تحمر وجا متشخشخ ومفرمج وبزاف بنين، وبلا ما نساو اكيد لمسه تاع البوراك. وهذه هي الطاوله اللي فيها اكل متنوع. وهكذا نقول لكم تبقاو على خير في فيديوهات اخرى ان شاء الله.